متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسعى لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة. ولا تبالي للنتيجة، أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. السلام عليكم. بعد اللي الواحد شافه طول الاسبوع، اظن الواحد من حقه على نفسه يعني ان هو يعمل لنفسه قهوة كده بمزاج ويحتسيها كده من غير ضغط الحياة ومن غير الاسترس اللي موجود عندنا في اليوم. ازيكم عاملين ايه؟ عدى اسبوع على الفيديو الاخير. عايز اتكلم معاكم في نقطة كده، الا وهي موضوع العلاقات في الشغل والعلاقات في الجامعة والعلاقات ايام المدرسة والكلام ده. كل فترة من الفترات اللي احنا بنعيشها دي بيكون فيها عوامل مشتركة كتير جدا، الا وهي الصحاب في المدرسة مثلا او الزمايل في الجامعة، وبعد التخرج حتى في الشغل. مش هتكلم على التنمر وكده عشان ده ليه فيديو تاني وموضوع تاني خالص، مش موضوعنا النهاردة. انا هاجي على شكل تاني من اشكال، يعني ممكن واحد يقول عليه تنمر بس هو مش تنمر، هو بيكون حاجة زي كده. انا مش طايقك، يعني انا شفتك كده من اول يوم ما حبيتكش، واظن حصل لنا كلنا حاجة زي كده. بيجي هنا انواع الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاها في الجامعة او كده، وعلى حسب انت شخصيتك ايه وتربيت على تربية ايه. الموضوع ده بيختلف في رد الفعل الشخص مثلا اللي بيحصل له الكلام ده. الواحد واغلب الناس اللي اتربت تربية اللي هو عيب يا ابني وما ينفعش تتكلم ده كده وما ينفعش ترد على ده كده، التربية ديت بتربيها ناس كتير قوي. وللأسف لما بينزل سوق الحياة وسوق العمل بيكتشف موضوع تاني وحقيقة مرة خالص غير الواحد اتربى عليه. يعني مثلا أيام الجامعة كان حصل لي موقف كده علمني درس كده عمري ما نسيته في حياتي خالص. انا كنت داخل، يعني كنت الى حد ما شخصيه محبوبه، ما باذيش حد ولا حد بيأذيني، يعني اللي هو الدنيا تمام يعني. وكنت الحمد لله عندي صحاب وعلاقات كويسه في الجامعه. كان حصل معايا موقف مع سين من الناس، ان حسيت ان الشخص ده ما بيحبنيش، او اللي هو يعني مع ان انا عمري ما عملت له حاجه، او عمري مثلا ما اذيته بحاجه او كده، بس هو الشخص ده للاسف هو كده ما بيحبنيش. يعني اللي هو ايه، انا ما عملت لكش حاجه، بس انت هو كشخص هو ما بيحبنيش، فاهمني؟ فانا كنت ساعتها بسال نفسي سؤال، هو انا عملت له ايه؟ يعني اللي هو انا ما اذيتوش في حاجه او عملت له حاجه يعني. وكنت حريص جدا ان انا دايما اساعد بزياده، او اللي هو ادي طاقه اكبر من اللي عندي اللي انا بعمله في العادي للشخص ده، عشان يفهم انا مش وحش. يعني اللي هو انت ليه بتعاملني كده؟ الواحد طبعا يعني بعفويه، والواحد اللي اتربى عليه ان هو يعني يحاول دايما يراضي كل الاطراف ويراضي الناس ويخلي حد ما فيش حد يزعل منه يعني. بس للأسف اكتشفت الموضوع ده متأخر شوية، وللأسف يعني خد من طاقتي أزم من اللازم. بس حبيت أشارك معاكم التجربة دي، ممكن حد يستفاد، أو ممكن حد يكون حصل له مثلا حاجة زي كده ويحاول ان هو يعالجها، او يحاول ان هو يعمل مثلا زي، او لو عندكم افكار يعني اللي هو الواحد يعني ممكن يستفيد منكم برضو. بس مثلا الشخص ده في الاول حسيت ان انا لما انا هدي اكتر هيتحسن معايا، وللاسف الكلام ده مش مظبوط خالص. حاولت اظبط الدنيا وكده، مفيش. فاكتشفت ان هو انا بعمل ايه؟ يعني اللي هو سؤال وجودي كده حصل في دماغي،
انا بعمل ايه فعلا يعني. اللي هو انا مثلا الشخص ده انت بتديني حاجه؟ لا ما بتدينيش. يعني انا عملت لك حاجه؟ ما عملتلكش حاجه يعني، فاهمني؟ يعني حتى لو عملت مثلا، انا حاولت يعني، حتى لو عملت حاجه وحشه وانا مش واخد بالي منها، فانا حاولت اصلح الموضوع 1000 مره بعدها. فاكتشفت ان هو في ناس كده في الحياه، اللي هو شاف وشك كده ما عجبتوش، يعني اللي هو كده يعني. انا شفت الشخص ده هو ما عملش حاجه ولا اي حاجه، بس انا ما عجبتوش يعني. هو كده يعني. هو في ناس يقول لك انا الشخص ده ما بلوش، مع ان انت ما عملتلوش حاجه ولا حاجه. العلاج في الموضوع ده هنا كان غريب جدا بالنسبه لي، كان يعني صدمه، وبدا يفتح عيني على حاجات كتير يعني. بعدها بفتره بدات ان انا اهمله خالص، يعني على عكس ما انا كنت بعمل، يعني اللي هو عكس تماما. بس انا ما كانش ساعتها محدش قال لي مثلا الحل بتاعها وكده، بس انا كنت اتخنقت منه. اللي هو يعني ايه، انا مش بجبر نفسي عليه، بس انا شايفه وسط الكوميونتي بتاعنا، او اللي هو المجتمع بتاعنا، فعايز اسيب صورة كويسة، ما اكونش اذيت حد ولا كده يعني. بس اكتشفت ان هو خلاص انا اديت زيادة وانا اتضايقت وكده، فقلت خلاص يعني اللي هو طز زي ما بنقول. فاكتشفت بقى ان الموضوع جاب صورة عكسية تماما. يعني انا استغربت جدا من ردة الفعل، ودي بالنسبة لي كانت صدمة. يعني اللي هو بجد، اللي هو انت يعني انا لما اكون مثلا حابب ان انا مثلا اللي هو اكون معاك كويس وكده والدنيا تمام، فانا بالنسبة لي الموضوع كان توكسيك قوي. اللي هو يعني انا مستغرب، اللي هو انت انا هو الاول كنت مديك حاجه اللي هو ازيد من الباقيين، حاجه افريج كده انت واخدها من الباقيين مش واخدينها، وبعد ما انا سحبت منك الحاجه دي واديتك فوق دماغك، فالموضوع ظبط معاك. يعني انا مستغرب الناس دي الصراحه. بالنسبه لي الموضوع كان يعني مش فاهمه. بس للاسف اني اكتشفت بعدين ان هو في من الناس دي كتير، يعني مش النسخه بس اللي انا قابلتها، لا هو في نسخ كتيره جدا موجوده. وحلها للأسف ان انت تعمل معاها نفس اللي حصل ده. مش معناه طبعا ان انت يعني لو حد كويس معاك يبقى كويس معاه عادي، يعني الموضوع ابسط من كده. بالنسبة لي انا كنت شايفه فعلا ابسط من كده، بس للأسف في ناس كده. انت هي كده يعني، ما اقدرش اقول اكتر من كده، بس هي كده واتعودت على كده، فانت هتتعامل معاها بنفس الطريقة. النهاردة عندي حاجات كتيرة لازم تتعمل بعد يوم شغل وصلاة جمعة والكلام ده. برضه لسه لنا شوية تاسكات كده لازم تتعمل، فنخلصهم مع بعض ان شاء الله كده، واقول لكم حاجة في الاخر كده وخلاص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن. يعني حاولنا ننقذ ما يمكن إنقاذه من التاسكات. مش كلها خلصت، بس صوت يعني قشطة عادي. بعده اللي بعده حد بيبقى طموح قوي في أول يوم، بس في الآخر يعني مش لازم 100%. يعني النهاردة كده الجمعة آخر يوم في الأسبوع، فمحتاجين راحة شوية. هو العلاقات موضوع حساس جدا، وموضوع ان انت يعني لازم تدي احيانا موجود فيه، وساعات بتبقاش فاهم في حاجات كتيرة. بس هو في انواع وشخصيات من البشر كتيرة جدا، وانت مش هتعرف ترضي كله، بس بتحاول ان انت تفهم الشخصيات دي وتفهم كل واحد بيتعامل ازاي، على اساس ان ده سكيل بجد قوي جدا بالنسبة حتى بعد ما تخلص مثلا الجامعة وفي سوق العمل. رهيب جدا يعني الموضوع ده لو انت متقنه كويس جدا هتعرف تترقى وتزيد مثلا في الوظيفة بتاعتك او البوزيشن بتاعك في المكان بتاع الشغل بطريقة سريعة جدا، بدون حتى ما تكون انت كفاءة اللازمة. عشان العلاقات غالبا العاطفة بتغلب السكيلز او اللي هو المهارات اللي عندك الفعلية في الشغل.
ودي حاجة للأسف من خبايا التعليم اللي هو انت بتتعلمهاش ابدا. يعني انت بتعيش في فترة المدرسة كلها ما بتتعلمش حاجة عن الموضوع ده خالص. وفي عالمنا اليوم ان هو كل واحد ماسك موبايله فبيفتقد للمهارات بتاعت الكوميونيكيشن اللي بتحصل في المدرسة وفي الجامعة. فللأسف المهارة دي في جيلنا والأجيال اللي جاية بعدنا مهارة مهمة جدا ضايعة، واللي بيكتسبها بيعدي كتير النرم اللي هو اللي بيقولوا عليه الشخصية مثلا النرد او النرم، مش عارف بيقولوا عليه ايه، بس هو الشخصية اللي هو دايما منعزل انطوائي. في ناس بتحب تتقمص الشخصية جدا وبتحب تنعزل عن نفسها، وده للأسف مش في مصلحتها خالص يعني. ودي اللي بيقولوا عليها السوفت سكيلز او الحاجات اللي هي محدش بيقولها لك، او اللي هو انت مش هتتعلمها بورقة وقلم وتبقى شخص ما عندكش رهاب اجتماعي وتنزل وتعيش وتتعايش مع الناس زي ما كان بيحصل زمان في الأسواق والكلام ده. تاني حاجة كنت عايز اتكلم عليها ودي للأسف حصلت معايا قبل كده، ودي بسبب التربية اللي الواحد اتربى عليها، او في ناس كتيرة برضو نفس الكلام ده. الأهل دايما بيعودوك، وده كان بحسن نية جدا، ان انت تتعامل بأخلاقيات عالية وبأسلوب راقي مع الناس الأكبر منك والناس اللي في سنك كمان. بس للأسف مش دايما بتظبط. يعني اللي والدك ووالدتك علمهولك ان انت لازم تحترم اللي اكبر منك ولازم تديله ريسبكت، ده موجود وكلام مظبوط 100% وحاجة يعني اخلاقيات عالية جدا. بس في خطوط حمراء في الموضوع ده، ان انت مثلا حد هانك، حد كل ما بيشوفك بيدوس عليك او اللي هو بيهينك، حتى لو مش بالطريقة المباشرة، اللي هو حتى لو حد بيقلل من قيمتك وانت قاعد يعني مثلا كده، فانت تقول لا الشخص ده اكبر مني، الشخص ده لا. في الحتة ديت للأسف ما تمشيش هنا القاعدة اللي انت اتعلمتها. مش معنى كده ان انا بقولك خليك قليل الادب، بس في حاجات بتتقال مثلا من تحت لتحت، او حاجات اللي هي هو ما قالش حاجة او مش شتمكش او ما عملكش او كده، بس في حاجات خبيثة كده بتتقال في الكلام ديت صراحة غير مقبولة نهائيا وغير مبررة لأي سبب من الأسباب. طالما أنت ما تعدتش عليه وما هنتوش، ممنوع أن هو يعمل معاك حاجة زي كده، وخصوصا كمان لو العلاقة دي علاقة شغل. يعني مثلا ما تتقبلش كلمة مهينة من مدير أو كلمة جرحة اللي هو بحد ذاتها تقلل من قيمتك وشخصيتك. لا رد، يعني في الحالة دي رد وما فيهاش أي حاجة. الإسلام مش دين ضعف، الإسلام دين احترمني أحترمك، ما فيش فيه نقاش في الموضوع ده، حتى لو كان المدير بتاعك، حتى لو كان أيا يكن. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول لك ارفع رأسك، يعني اللي هو أنت لا ما تقبلش الإهانة على نفسك. واختلف جدا مع رأي الآباء في الحتة دي. الراجل أكبر منك وعادي يقول لك وعادي بتاع، أنت لو حسيت الموضوع مهين لنفسك تقل مني أو تقلل من مكانتي قدام الناس اللي قاعدة، لا أهينك زي ما أنت هنتني. الإسلام مش دين ضعف خالص، وأنت راجل مسلم يعني اعتز بنفسك واعتز بهويتك. ولما ترد بقوة توقف الناس عند حدها، هيعرف ان انت مش زي الباقيين، صدقني. يعني هيعرف ان انت مش زي اي حد. يعني ما تقبلش على نفسك الاهانة حتى لو كان مين الشخص اللي قدامك ده. انا رأيي واحد عند الحتة ديت، انا كده يعني، هو ربنا خلقنا احرار، يعني انت بني ادم وانا بني ادم. ممكن انا اقل منك مثلا درجة علمية، اقل منك دينيا، اقل الكلام ده، بس هل ده يقلل مني ويزود من شأنك؟ خالص. الموضوع في الحتة دي بجد احنا لازم نتعلم الحتة دي، اللي هو ولد عيب ده عمه اكبر منك، لا. للأسف الحتة ديت احترمني احترمك، من يحترم يحترم. وبالنسبة للحتة دي، اصحاب عزة النفس واصحاب الكرامة هم اللي بيفهموها كويس، يعامل الناس التانية برضو بعزة وكرامة وباحترام. بس النهاردة والله كان يوم متعب، بس متعب كويس يعني كنت عايز اروح اغسل العربية، وعندي كمان تاسك كده لازم اخلصه النهاردة قبل ما اتوكل على الله وانام. بس كملوا معايا.
نزلت اغسل العربية لقيت المغسلة مقفولة، فقلت ده خلاص كده، ده القدر يعني، وخلاص كده اليوم تقريبا انتهى. صلينا وعملنا كل حاجة كده، نكون خلصنا اليوم على خير الحمد لله. وإن شاء الله أشوفكم تاني بقى في الفيديو اللي جاي. اعملوا لنا سبسكرايب ولايك، وشوفوا لو عايزين نتكلم في موضوع معين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. السلام عليكم.